لو انت من الناس اللي مقتنع ان صورة الدم بتكون كافية تماما ان في انيميا ولا لا، او انا صحتي كويسة وقصة الحديد والكلام اللي انت فاهمه عن الانيميا والحديد، احب اقول لك يا فندم ان صورة الدم هذه غير كافية تماما. ليه بقى؟ كتير جدا يجي يقول لي يا دكتور انا جايب لك CBC، هو انت لازم تطلبي مننا تحاليل تانية، كتر مصاريف ولا ايه حضرتك؟ اقول له والله يا فندم مش كتر مصاريف والله، بس ده مش كفاية، هي اسمها صورة دم. بتقول الحديد عامل ايه، بتقول ده بيصلح هيموجلوبين، توزيع الاكسجين للخلايا عامل ايه، ولكن مش كفايه، لان المخزون مهم جدا. زي بالظبط لو انت صاحب مصنع وما انتش عينك على الاستوكات جوه، اول ما تمد ايدك جوه عشان تجيب حاجه من الاستوكات، ايه ده المخازن فاضيه يا جماعه، انتوا بتهزروا، طب مش حد يقول تخبطوا عليا. هو نفس الكلام، حضرتك الشعر والضوافر ومش عارف البشره والكلام ده بالنسبه للجسم رفاهيه، فلو المخزون عندي واقع فشكرا، انت ماشي اليوم بيومه. عارفين انتوا الطاقه اللي انتوا اليوم بيومه بقى واقع ومفيش طاقه والكلام ده، انت هتجيبها منين وانت مش عينك على المخزون؟ وفي بقى نقطه تانية، لو المخزون زياده، افهم انا هنا ساعتها ان الست دي او الراجل ده فيه مشكله بقى، استرس عالي بقى، كورتيزول عالي، حاجه مناعيه، مش عارف مثلا التهابات زياده في الجسم، فالجسم يخاف ويقلق عليك، يا جماعه خزن خزن خزن، في حاجه بره مش مظبوطه، لا لا بص عايزين نحافظ على الست دي عشان لو احتاجت تبقى احنا مخزنين والدنيا تمام. وصلت؟ فصوره الدم لوحدها مش كفايه.